السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وحشتوني كتير، ازيكم عاملين ايه؟ اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. لو ولادك بقى بيعشقوا الاندومي زي ولادي كده، تعالوا نعمل لهم بقى الاندومي ده في البيت، وبيطلع انضف واحلى من اللي بره. تعالي كده في حله كده نحطها على النار فيها شويه ميه، وهننزل بيها بالتوابل بتاعتنا دي اللي هي عباره عن ايه بقى. نص معلقه، ربع معلقه من الكاري، وربع معلقة من البصل البودرة، وتوم بودرة، وملح، ومعلقة صغيرة من مرقة الدجاج البودرة. لو ما عندكيش بودرة هتستخدمي مكعب مرقة دجاج. طبعا تظبطي الملح بتاعك، وتحطي كده معلقتين من الزيت، وتسيبي الكلام ده كده على النار وتسيبيه يغلي. ما تكتريش من الكاري قوي، وممكن تستخدمي يا كاري يا كركم. انا حطيت الاتنين، فعشان كده كان الصوص اصفر قوي، او الشوربه بتاعته كانت صفر قوي، فما تكتريش يعني. جبت بقى كيس مكرونه سباكيتي، قطعته كده على 3 زي ما انتوا شايفين كده، وهستنى بقى لحد لما الميه تغلي بالشكل ده كده، عشان انا كترت الكاري والكركم، فالميه طلعت حمرا كده صفرة زياده عن اللازم يعني. فانتي تقللي الكميه حاجه بسيطه خالص، وما تحطهمش الاتنين يا كاري يا كركم طبعا. وهتظبطي الملح بتاعك، وهتستخدمي مكعب مرقة دجاج او معلقة صغيرة من الدجاج البودرة، مرقة الدجاج البودرة. هتسيبها بقى لمدة 10 دقايق، وتغطي عليها وتسيبها لحد لما تستوي. ولو لقيت ان الشوربة بتاعتها قلت كده معاكي، هتزوديها كوبايتين مية. يعني بعد ما طفيت كده لقيت ان الشوربة عويلة، فزودتها كده كوبايتين مية. وبجد طعمه جميل جدا جدا. اندومي ده بقى ولا مش اندومي؟ وتعصري بقى عليه ليمون وتعيشي وتضحكي على العيال. بجد جميل جدا، والعيال كانوا عاوزين كمان. انا اكلت معاهم انا وستهم، بجد طعمه خطير وحلو قوي قوي، وانضف من بره، وضامنه انت عاملاه ازاي في بيتك. اتمنى بقى الفيديو بتاع النهارده يكون عجبك. ما تنسيش بقى في اللايك والشير. اشوفك على خير في فيديو جديد. باي باي.